السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من رمضان مع منعم، اللي بيقدمها العبد لله عبد المنعم إبراهيم، واللي بتتذاع على قناته الشخصية منعم توكس. وبما إن فكرة الفيديو النهاردة عن الحمد، فهو الحمد لله وروحات الكنافة والقطايف والبسبوسة. وبمناسبة القطايف، فالسلسلة بتاعت رمضان مع منعم دي أنا مقتسع، أو الفكرة جايالي من قطايف بتاعت الأستاذ سامي حسين. بس أفكار أنا بحاول أكتشف وأبحث وأجيب أفكار محدش عملها قبل كده. النهاردة هنتكلم عن كلمة بسيطة في حروفها لكن عظيمة في معناها. كلمة لو فهمناها صح حياتنا كلها تتغير. الكلمة دي هي الحمد لله. خليني أسألك سؤال من البداية، أنت بتقول الحمد لله كم مرة في اليوم؟ طيب سؤال تاني، كم مرة بتقولها وأنت حاسس بيها؟ المشكلة إن احنا اتعودنا عليها كروتين. يعني مثلا حد يقولك عامل إيه تقول الحمد لله، ماما الحمد لله، بابا الحمد لله، أختك الحمد لله، معاذ الحمد لله، محمد الحمد لله. بس هل فعلا قلبك حاسس بيها؟ ربنا سبحانه وتعالى بدأ أعظم كتاب في الدنيا بالحمد لله رب العالمين في أول سورة في القرآن الكريم. كأن الرسالة واضحة، قبل ما تطلب احمد، قبل ما تسأل احمد، قبل ما تشتكي احمد. طب ليه الحمد؟ العلماء قالوا الحمد هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم والرضا. يعني ما طلعتش مجرد كلمة، ده شعور، ده اعتراف بفضل ربنا عليك حتى لو انت مش شايف كل النعم دي. الناس فاكرة ان الحمد زي الشكر، بس في فرق بينهم. تعال اقولهولك، في فرق بين الحمد والشكر. الشكر بيكون على حاجة معينة، حد عمل لك حاجة تقول له شكرا، خدت فلوس شكرا. لكن الحمد أوسع، الحمد عن النعمة والبلاء. وده اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بيقول الحمد لله في السراء والضراء، في المنع والعطاء. تخيل معنى ده على كل حال. يعني ايه على كل حال؟ يعني لما حلمك يتحقق تقول الحمد لله، لما حلمك يتأجل تقول برضه الحمد لله، لما حد يكسرك تقول الحمد لله، ولما حد يسندك تقول الحمد لله. ليه؟ عشان احنا مش شايفين غير جزء من الصورة، لكن ربنا شايف الصورة كلها. مش ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ ممكن تبقى زعلان دلوقتي لكن بعد سنة تقول الحمد لله إن الموضوع ده مكملش. كم حاجة في حياتك كنت فاكرها مصيبة وطلعت نعمة متخفية. تعال أحكي لك قصة بسيطة. كان في واحد شغال مع راجل في المصنع، فالراجل اللي كان شغال معاه ده رفضه فجأة. ساعتها الراجل خسر شغله، اتضايق، حس بإن الدنيا كلها قفلت في وشه. لكن بعد فترة الراجل ده فتح مشروع، المشروع ده بدأ يكبر واحدة واحدة لغاية ما بقى مصنع. المصنع ده فضل يكبر لغاية ما بقى أكبر من المصنع اللي هو كان شغال فيه. الراجل ده قال كلمة جميلة قوي، قالك أنا لو كنت فضلت في شغلي القديم عمري في حياتي ما كنت هبقى صاحب شركة. ساعات ربنا بيقفل لك باب انت حابه، المجال ده انت بتحبه، بس ربنا بيقفل لك باب عشان يفتح لك 100 باب احلى واحسن. الحمد لله بيخلينا نثق في تدابير ربنا. الحمد لله بيخلينا نهدى. كم مرة كنت متعصب وقلت الحمد لله وهديت. الحمد لله بيخلينا نحس براحة نفسية ما تتوصفش. وانا بدور وبفتش وببحث لقيت ان في العلم الحديث بيتكلم عن الامتنان وتأثيره على السعادة. بيقولوا ايه الناس بتوع العلم الحديث دول؟ بيقولوا كالآتي يا سيدي، ركز عشان تزود ثقافتك، وده اللي انا جاي عشانه، ان ازود لك ثقافتك من غير ما تحس. بيقولوا ان الشخص اللي بيمارس الامتنان يوميا بيقل عنده القلق. بس كده يا سيدي؟ لا، وبيزيد عنده الشعور بالرضا. يعني لما تمارس الامتنان يوميا قلقك هيقل والشعور بالرضا بتاعك يزيد. طيب ركز كده، احنا عندنا ايه في ديننا؟ عندنا الحمد عبادة. يعني لما بتقولها تاخد عليها اجر، يعني بتاخد عليها اجر ونفسيتك بتتحسن. ربنا وعد وعد عظيم جدا، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الشكر والحمد مش بيحافظوا على النعمة، لأزيدنكم دول مش بيحافظوا عليها بس، دول كمان بيزودوها. بص انت من اول دلوقتي لو حسيت ان في اي حاجة مختلفة عن قبل كده، يعني اللي هو لسه اللقطة اللي فاتت، فده لان اللقطة اللي فاتت دي اتصورت اول امبارح، لكن دي انا بصورها النهارده. معرفش انت تعرف ايه النهارده ده، بس انا بصورها دلوقتي. ده كان اول امبارح، فانت لو حسيت مثلا جودة صوت، علو صوت، فده للاسف يعني ان انا ما قدرتش اكمل، لان انا برضو بعمل فيديو مش عايز احرقه، فبعمل فيديو فحوار بقى ده داخل في بعضه وفي رمضان. فلو حسيت بقى ان في حاجة فللاسف ده عشان ده يوم تاني. سيبك تكمل ومعلش على المقاطعة دي، بس دي حاجة للتوضيح بس. كنا بنقول ايه؟ اه عايز رزقك يزيد احمد، عايز علاقتك بربنا تتحسن احمد، عايز قلبك يرتاح احمد. كل حاجة غرضها احمد هتبقى موجود. بص اسألك سؤال، بس دي حاجة خليها في سرك بينك وبين نفسك بس. احنا ساعات بننسى النعم الصغيرة، بنبص بس على اللي ناقص، بنبص احنا ناقصنا ايه يبقى كذا. مفيش الكلام ده. في نعم كبيرة احنا مش واخدين بالنا منها، في نعم لا تعد ولا تحصى مش واخدين بالنا منها. انت لو عديت كذا نعمة ما لا تعد ولا تحصى بقولك. المشكلة ان احنا بنشوف اللي ناقص ومش بنشوف اللي موجود. عندك صحة؟ جاوب. عندك صحة؟ دي نعمة. عندك اهل؟ دي نعمة.
عندك فرصة تتوب في رمضان، دي نعمة عظيمة جدا. شوف كام واحد مات وملحقش رمضان. شوف السنة اللي فاتت على مدار رمضان اللي فات لغاية رمضان اللي فات كام واحد مات وملحقش النعمة دي. فدي نعمة عظيمة جدا. في ناس كتير نفسها في النعم اللي عندك. كفاية ان انا بقولك انك عندك فرصة تتوب في رمضان. في واحد مات كان بيقول رمضان اللي فات هخلي رمضان الجاي وابقى اتوب فيه. يا عم خد نعمة انك تشرب كوبايه ميه. الميه اللي انت بتشربها دي نعمه. بق الميه اللي انت بتشربه ده نعمه. ومعلومه في الميه بما اننا في شهر رمضان، لو عايز انك ما تعطش اشرب ميه كتير ما بين المغرب لغايه الفجر. ما تقومش رايح قبل الفجر تشرب لك 3 لتر ميه وانت كده جامد. لا، اشرب ميه. يعني كل ساعه كده اشرب ميه، مش هتحس بقى بالعطش. يعني ده مش اعلان، يعني ده ميه من جوه عادي. جرب تمرين بسيط قبل ما تنام، انك هتجيب ورقه وتكتب فيهم 3 نعم بس كل يوم قبل ما تنام. تكتب فيهم 3 نعم تحمد ربنا عليهم. صدقني، اسبوع 2 شهر 2 هتلاقي نظرتك عن الحياة بدأت تتغير. شوف بعد شهر 2 كام نعمة انت كتبتهم تحمد ربنا عليهم، حتى لو النعم دي بسيطة جدا. الحمد مش معناه انك ما تزعلش، مش معناه انك ما تحسش بالألم، بس ده معناه انك واثق في ان ربنا ارحم بيك من نفسك. ان انت ربنا هيبقى رحيم عليك اكتر من نفسك. لكن هو لا ليه شعور بانك ما تحسش بألم، ولا انك تكون تقول الحمد لله فما تزعلش على حاجة راحت. الحمد بيطرد الشكوى، بيخلينا ما نقارنش نفسنا بالناس، فبالتالي ما نحسدش حد ولا نزعل على نفسنا. اجمل من كل ده ان كلمة الحمد لله سهلة جدا على اللسان، مش محتاجة اي مجهود. جرب كده تروح المجهود بتاع الجيم، هو مش حاجة خالص. الحمد لله، شوف انت ممكن تقولها كام مرة في ال10 ثواني. تخيل لو صحيت كل يوم وقلت الدعاء ده: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. خدوا سكرين شوت دلوقتي واحفظوا وقولوا كل يوم. مش هعيدها، قولوا كل يوم. ولما تيجي تجرب الدعاء وتقوله بعد ما تصحى من النوم، ساعتها كل يوم هتحس ان ربنا اداهولك هدية، فانت مش هتبقى عايز تضيع الهدية دي من ايدك، وكل هدية تستحق الحمد. فقولوا بعد ما تصحى من النوم، وما تنساش تدعي لنا بقى. انا كمان خلي رمضان السنة دي هو شهر حمد، مش شهر جو حر، شكوى من الجو حر، تشتكي من الجوع، تشتكي من العطش. خليه شهر حمد، الحمد لله. وقول الحمد لله ان ربنا احياك لرمضان الجاي. وقول ايه اكبر نعمة في حياتك وبس. وقبل ما نختم، انزل اكتب دلوقتي في الكومنتات الحمد لله على، اكتب 3 كومنتات: الحمد لله على كذا، الحمد لله على كذا. 3 نعم اللي احنا قلنا هنقولهم قبل ما انت تنام، اكتبهم دلوقتي: الحمد لله على كذا، الحمد لله على كذا. وصلي على النبي، مش لازم في كومنت، يعني صلي على النبي ببق. انا عبد المنعم ابراهيم، بقدم محتوى، والفيديو ده بقدم فكره جديده محدش عملها. ما افتكرش، ما شفتش حد عملها. فدي انا الحمد لله بحثت ودورت فيها وعملتها. فاشترك في القناه وادعمني. ودي سلسله رمضان مع منعم. دي الحلقه التانية. ومعرفش مش لعبة. الفيديو اللي فات بتاع فضل الصيام، لو ما شفتوش روح اتفرج عليه، فيديو حلو قوي. وبس انا مش لازم اعمل لك الفيديو ده 15 تلت ساعة. الفيديو ممكن يجيب 10 دقايق حاجة كده. مش لازم اعمل لك تلت ساعة ولا نص ساعة عشان ابقى انا جامع. انا مش من اهل العلم، فاهم؟ وبس ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يقول الحمد لله وتاخد الاجر والثواب، واحنا برضه ناخد الاجر والثواب. وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، وما تنساش تعمل سبسكرايب، لان لسه رمضان طويل واحنا قدامنا يعني كذا حلقة بقى في رمضان. والحمد لله رب العالمين. اشوفكم حلقة جديدة من رمضان مع منعم، ان كان في العمر بقية. وكما بدأنا بالسلام فلننتهي بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.